اهلا وسهلا بكم يا شباب. معنا النهارده حلقه جديده، ومعانا النهارده باكج جديد فتح في واين روني وفي ريو فيرديناند، وبيقولوا ان دي اول نسخه ليه تقريبا في اللعبه. وفليتشر ده انا ما معرفوش بصراحه، لكن واين روني وفيرديناند دول كانوا في نفس الفتره مع بعضيهم، كانوا عاملين شغل عالي. بصراحة أنا مش حاسس إن أنا محتاج للروني ولا الفيرديناند، مش حاسس إن محتاجهم. بس لو الناس يعني في اقبال، الناس عايزاني افتح على الباكج دي، مفيش مشاكل عادي. اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين حاجه زي كده. بس انا عن نفسي انا مش محتاجهم يعني، بس يعني كله فدى المتابعين. لكن ريو فيرديناند بصراحه هو ده اللي انا عايزه. ارقامه طبعا دي بقى قبل اي حاجه، بس بعد لما نزود البوستر كل حاجه هتظبط الدنيا معاه جدا جدا جدا. طوله كمان 196 سنتي، هيكون اختيار مميز. يعني انا عن نفسي لو هفتح الباكج فهفتح عشان خاطر المدافع ده بس. ولو ان احنا لسه فاتحين برضو اتنين، ليبيول وكليني، والاتنين عاملين احلى شغل. على فكرة انا لعبت كام مباراة برضو في المباريات العادية ببويول. رهيب رهيب رهيب، قوي جدا. مش اي حد يعدي منه. خصوصا انا كنت ملعبه ناحية الباك اليمين كده شوية، هو مش ملعبه باك، انا لعبه سنتر باك، بس كان بيعمل شغل عالي جدا. ولحد دلوقتي ما لعبتش ولا مباراة في الديفيجن، وانا حاليا ديفيجن 3. ما لعبتش اي مباراة. فالنهارده هنبتدي مع بعضينا. انا نزلت ديفيجن 4 عشان انا ما لعبتش. تمام. فللاسف يعني هنلعب كده ديفيجن 4 مع بعضينا، ونشوف الدنيا تمشي ازاي. لازم نوصل ديفيجن 3 ونوصل حاجة كويسة النهارده. فممكن الحلقة تطول، بس يعني ده كله عشان نوصل ديفيجن اعلى. انشغلت الفترة اللي فاتت فما عرفتش ان انا اعمل اي حلقات. كنت متحفز ان انا اعمل لكم كل يوم حلقة لحد لما تزهقوا مني، بس انشغلت بصراحة في كذا حاجة، فده اللي اخرني شوية يعني. تشكيلة الخصم حلوة جدا. الظهر هو كمان ما بيلعبش، ومعاه ليليان تورام وكانافارو وكاسياس وريو فيرديناند. لا الراجل ده صارف. بداية مش احسن حاجة خالص. انا مش عارف هو يلعب على مين. ما علينا، احنا قدها ان شاء الله. الاسهم بتاعت اللعيبة مبشرة جدا، فان شاء الله يعني يكون الاداء كذلك. لويس فيجو وريفالدو، تمام. يلا بينا يا رجالة. أي رياضة أخرى، هذه هي كرة القدم التي نعشقها. انا بسخن، انا ما لعبتش اي حاجة، بس يعني انا بسخن. على أمل إحراز هدف. نشوف تمريرة ولا أروع هنا. وصلت رائعة، تصويبة على المرمى. خدعتك. راحت سهلة الحالية هنا. فكرة كانت ذكية، لكن التنفيذ كان يحتاج إلى تركيز أكبر. هل تمر الإمكانية؟ لا 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 ندفيد، لا 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 لا، تدخل حاسم. انت في الستة ياردة يا اسطى. حط. حرام عليك يا جدع. براحتها براحتها. ضعيف فشخ. حلو كليني. بيكام، فيها مغامرة هذه الكرة. بابي الشوطة دي يا اسطى. من جديد يهدر. حط روحي. حد يقابل. هذه هي الثقة في الدفاع. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. يواصل تطبيق أفكاره في الضغط العالي على المنافس. يحاول خنقه في الثلث الأمامي من الملعب. طريقة تحتاج إلى مجهود وانضباط، وأيضا تعرض الفريق. يلعبها خلف الدفاع. قطع الكرة بكل روعة. ريكارد، فرصة لتحول هجومي سريع. وصلت الكرة الآن ويمر، والفرصة ولد. كرة في الشباك. كان في تنسيق رائع هنا بين التمريرة والانطلاق. القطمة نص الهدف. مثالي من الجهد تسرحش للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة. روح جاهز في الاستلام. يا لها خطيرة جدا. مين الحارس ده يا جدعان؟ أداء دفاع. يلا جول. سيبها. مين الحارس ده؟ ربما كانوا سيتلقون كاسياس صح. كاسياس مش عايز ارتوهات الظاهر، عايز اهداف موظفين عشان تجيبها فيه.
انا بعمل ايه؟ وتروح الى حارس المرمى. الركنيه ضاعت ولا نشوف فرصه مضاده. تحول سريع في الملعب. حلوه هذه التمريره. كره غريبه. الخصم صعب. بس لولا ان انا قاريه كان زمانه جايب اهداف كتيره. بس هو انا قاري هو عايز يعمل ايه بالظبط. من نوعيه المدافعين مش الذين بهاجم. تعجب بهم. النتيجه 1-0 فقط، لكن المباراه كانت تقريبا من جانب واحد. بس تشكيلته جامده فشخ يا جدعان. تنتهي الهجمه هنا قبل ان تصبح اكثر خطوره. ريكارد. نروح يا فينيسيوس. الكره الى الامام. اخد وقت عشان يعدل نفسه. يحاول ابعاد الكره. الى اين هذه التمريره؟ لويس فيجو. براحتها براحتها. لعبه رائعه الان. الفكره كانت جيده لكن الخصم التنفيذ صعب. كان سيء للامانه. تشكيلته اصعب. يلعب كره بينيه. بيول انا لسه مادح فيك. جميلة. انا لسه الله على ملك تدخل رائع. ملك. تدخل نظيف بشكل واضح. يعني الاحصائيات بس بتقول كل حاجه برغم التشكيل اللي معاه. بس توتالي يعني الماتش صعب. ما تغلط لك غلطه يا اسطى. خلينا نجيب هدف تاني ونهدي الدنيا شويه. التمريرات الخاطئه في مباراه اليوم. الخطا غير موجود هنا. روح عند فينيسيوس يا ابن اللعيبه. مكانه بتدخلاته جيدا. لو عدت دي سوى اراني. جواو نيفيز. هو ده اللي عايز يعمل هو ده. تدخل غير عادي ويقطع الكرة. ايه يا اسطى ده يا اسطى ده باص ده. هنا يقضي على الخطوط ويسدد. ريكارد. ريكارد ده باص يا اسطى. روبرتو كارلوس دائما ما يحاول تقديم الإضافة الهجومية قدر المستطاع. محاولة تسديد. عاش تشيك. تصدي غير عادي حلو. من حارس غير عادي في يوم. ملعوبة قصيرة من روبرتو كارلوس. هذه كرة جول. عليه يا بليد ذاتك يا معلم. المحاولة والهجوم. واضح هناك تسرع. الأمور تصبح مثيرة الآن. نيدفيد. روح يا فينيسيوس. واضح انه الفريق لا يغامر في الشوط الثاني من هذه المباراة، تقريبا يسخر امكانياته وطاقاته للدفاع عن النتيجة بدلا من الهجوم وتعزيزها. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. بيول على المساحة. قلت له طلعك يا اسطى قدام كده. بمبدأ الامان يبعد الكرة. هو انا عامله رايت باك يا جدعان. مرتدة الآن. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا. بيكهام. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. خد يا مبابي. رايح فين يا مبابي؟ أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. تغيير لاعب على الأجناب. 1-2 جميل. عليا ولا عليه؟ عليا. اول ماتش في ديفيجن 4 بالصعوبة دي يا ابني. طب ما هو قدامك اهو. هذه هي كرة القدم. بيكهام يلعب الكرة البينية. تمريرة بدون تركيز. تسديدة من بعيد. يا بليد ذاتك يا معلم. تمريرة رائعة من دون شك. كرة مع بافل نيدفيد. والله مديك الاوردر من بدري. غابت الدقة هنا. كانت فرصة حقيقية هنا. فكرة كانت ذكية لكن التنفيذ كان يحتاج إلى تركيز أكبر. تعال استلم يا فينيسيوس ما تطيرش لقدام. فينيسيوس جونيور. تدخل حاسم لقطع الكرة. عدي. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. كرة في المساحة. روح يا نيدفيد. ويبحث عن خيارات. تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. لمسة ولا أجمل.
يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، عنده مساحة كوست كورت كوست كورت بتاعتنا ثم الكرة العرضية. تشيك. تشيك. الماتش صعب بجد، الماتش صعب، مش زي ما انتم متخيلين. الواد بيلعب بس انا قاريه بس مش اكتر، لكن الواد لعيب. كيليان امبابي، هنا محاولة جيدة، كان يجب ان تكون ربما يا ابني حرام عليك، بالله عليكم يا جدعان. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. فينيسيوس جونيور، لم تكتمل فرصة. انا خلاص، انا فصلت بجد. الماتش عايز اعصاب من حديد. الواد لعيب فشخ. هو الشوط التاني الامانه الاحصائيه معاه، انا يا دوب شوط تقريبا تسديده واحده بس الشوط التاني، بس هو المود مسيطر بشكل كبير. ده اول ماتش معانا، بدايه كويسه قدام خصم صعب، صعب بجد. لعيب يا اسطى والله. انا معرفش انت مصري او عربي ايا كان مسيرك تشوف الفيديو يعني ان شاء الله، بس انت لعيب فشخ والله. وتشكيلتك بسم الله ما شاء الله يعني جامده. يلا بينا ندخل على الماتش التاني. عايز اشوف بس، انا بيقول انا ملعبه رايت باك ولا سنتر باك، عشان لما تقدم المره اللي فاتت سنتر باك. طب انت اللي مقدمك يا اسطى؟ يعني مش فاهم، مش مديله حتى تعليمات ان هو يهاجم. طيب نطلع ميسي، نشوف مارادونا ايه دنيته. مارادونا تمام. عايزين نجرب اوسيمين يا جدعان، عشان نشوف هنعمل ايه بيه. واوباميانج، انا نسيت اتكلم على اوباميانج بصراحه. عايزين نجربه برضو في مباراه، ممكن نجربه في المباراه دي. انا لعبت بيه كام مباراه كده في المهمات والحاجات دي، كنت شايف ان هو اداؤه كويس، بس يعني مش احسن حاجه، خصوصا لسه ما ضفتلوش البوستر التاني يعني. وعايزين نجرب اوسيمين برضو، نشوف بس واي هجومي. هو اوباميانج على الورق افضل من اوسيمين، فهنجرب اوباميانج وهنجرب اوسيمين، بس مش عارف بصراحه في المباراه دي ولا لا، مش على حسب مجريات المباراه. نشوف بس الباشا معاه هازارد. طيب هو تشكيلته حلوه، بس حاسه فاتح دفاع شويه، لان لعب باتنين بس دفاع. بس خط الوسط بتاعه اللي هيعدي هيزعل مع ريكارد ونقول كانتي. فخلينا نكسب وقت بس عشان التايمر. نلعب على هازارد ودومونيك. بصوا الدفاع بتاعه يعني، بس هو الفكره ان في خط الوسط بتاعه حلو فشخ. بطلا في ايطاليا بالتاكيد، هذا يوضح الكثير عن حجم الدور اللي يلعبه وكيف روح يصبح مارادونا. تاثيره كبير جدا على طب فريق بص يا اوباميانج، يا اسطى يا اسطى. نيفيز. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعه وقصيره، كره لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. ليفاندوفسكي، هازارد، بيقول بريسنج ونجح في استعادة الكرة. قدام يا ريكارد، الباص بتاع ريكارد ده اللي هو ازاي يعني تعدي دي؟ الباص بتاع ريكارد فيه كمية مس باص مش طبيعية، حتى الماتش اللي فات. لان انا لو عديت خط الوسط فانا كده بالنسبة لي الدفاع كله مفتوح، فانا لازم ازود هجومي عليا. ماشي، ارجع يا بيقول، ارجع. ملعوبة قصيرة من جاريث بيل، الركنية ضاعت ولا نشوف فرصة مضادة. هذه هي كرة القدم. بيير أوباميانج أصبحت أكثر خطورة، قوية. ايه يا اسطى ده يا اسطى في البعيدة يا اسطى؟ انت وجيت بوش رجلك كمان. الفريق من كرة خطيرة، ردة فعل غير الفكرة دي مش عدلته على شماله يعني، بالذات، عشان كده ما لعبتهاش ار2. حد يقابل. ياه لو عدت. الآن محاولة لرد الخطورة، الهجوم
تحول الآن إلى الجهة الأخرى. هازارد الإنهاء، ضربهم كواهم من بداية الفاول غلط. كان في تنسيق رائع هنا بين التمريرة والانطلاقة، توقيت مثالي في لعب الكرة. المباراة تبدأ ب1-0. الهدف المبكر يجعلنا متحفزين. خطيرة جدا. الدراع فصل يا جدعان، سامحوني. برضه فصل تاني. لا كده مش طبيعي. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل. جاريث بيل. تصدي غير عادي من حارس المرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته. شوف الالتقاء، ما أروعه. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. تحول سريع في الملعب. جماعة بعتذر، انا وبحط الوصلة بتاعة الدراع عمل كونكت بالمايك بتاع الدراع، فهتلاقي صوتي مش واضح زي في الاول الحلقة، فبعتذر وان شاء الله الغلط ده مش هيتكرر تاني. طيب هو الظاهر وصل شحن وانا بلعت هدفين، ف هكسب ان شاء الله، هكسب. ينجح في استعادة الكرة. روح اوباميانج. دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب. يا لها من فرصة تسديدة من اوباميانج. يا إلهي على كرة، على فرحة. فجأة الدراع فصل، مش عارف ايه اللي حصل. انهاء رائع الكرة. أي دقة، مرة في مرة لقيت ان صعبة برضه فصل، صعبة على الحارس. الإنهاء رائع من دون فقلت شك. اجرب لا بالوصلة. يمكن أن تكون بهذه الدقة هذه فرصة. حرام عليك يا راجل. إنقاذ غير أو كان مخطئا. موجود هنا لقطع الكرة. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. اندفاع. مهارة غير عادية. انت التسع تسديدات دول بس عشان انا كنت فاصل. بس العب. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. في هذه الظروف حط بقى يلعب الفريق يا راجل، حط بقى. لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. والله العظيم دي يعني اعبس خطة لعبت قصادها جد. بس هو بس الفكرة الهدفين خطفوا مني، واحد عشان الدراع واحد من البداية. باط من ضياع الكرة. بيكام يمد قدمه ويحصل على الكرة، يلعبها خلف الدفاع. قوية من امبابي. كان في حالة توهان، تعود وتستمر الخطورة. إبعاد الكرة بدون أي مخاطرة. فرناندو توريس. استعادة سريعة للكرة. يرسلها. حط بقى. راسية جاهزة. ضاعت. كان ممكن توجيه الراسية. والله انا لو مستني يحتفلوا كده التانية طلعت بره. تدخل الجري لاستعادة الكرة مرة أخرى. خطأ واضح. يا كمل الكورة طيب. طرد ماشي. حكم ما هي لون البطاقة؟ بطاقة حمراء وحالة طرد، ويبدو أننا أمام قرار
مثير للجدل. تعالى بوميانج، انت مش هتنفع معايا بصراحة. انا عايز سرعات يا اسطى. فينيسيوس، مبابي، انت ما قصرتش بس يعني عايزين رتم سريع في المباراة دي. يا حلوة الآن كارلس بويول. شوف الروعة في التمرير بين الإمكانية الآن. يا سلام على كورة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. الله الله على هذه المباراة. هدف التعادل يزيد من الإثارة والحماس. ليه يا اسطى اللعب ده يا اسطى؟ الرقابة كان سريعا بعد نزوله. هذا هو التأثير اللي كان مطلوب منه منذ دخوله. أزالوا فارق الأهداف الآن ويسدد. تصدي رائع جدا من الحارس، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى. كانت محاولة جيدة على المرمى، مرت وأصبح يمكن يسجل. ايزي موت والله. يا إلهي، انت غلطتك انك ما استغلتش ان انا دراعك كان فاصل شحن. قلبت وقطع الكرات والمواصلة من أجل تسجيل هدف. هذا درس مؤلم من دون شك. تفقد الكرة وترتد عليك ويأتي هدف في شباكك، أمر مزعج للغاية. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. كان نافارو يبعد الكرة، أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم شكرا. بتعزيز التقدم. يلا رن لا يدافع وراك، التقدم صح كده. فقط، ولكن أيضاً نيدفيد، خطيرة. مارادونا. تستمر الفرصة هنا. كرة تلعب على اليمين، عرضية من ارتقاء غير عادي. هو نيمار مش هيدر ولا فينيسيوس هيدر. ايه هيخرج؟ ان شاء الله يخرج. انت غلطتك انك ما استغلتش الدقيقتين اللي انا الدراع كان بايظ فيهم. بس انت حرفيا دفاعك ضايع. لعب 2 دفاع يا راجل، ولا لعب بليفت باك ولا رايت باك. الماتش اللي بعده يا جماعة، الناس اللي بتحط 2 جنب الحارس دول، هو فكره هيكونوا جنبه في الستة يعني. حرفيا الناس دي انا مش فاهم يعني بتفكر ازاي. بس انت كده كده حاسك يعني مش على قدك يعني، انت ليك عذر. لكن في ناس بلاقي تصنيفاتها عالية وبلاقي معاها لعيبة عالية، تلاقيه حاطط لك اللاعب كده. مش فاهم ليه يعني. لا ما عمرها ما كانت الكورة كده يعني. بيكن باور، فرانك ريكارد. خليك ميسي زي ما انت. ممكن يلعب توني ادم مكان بيكن باور. الخصم في الفودن وكيليان امبابي. جماعة في كام فتحة كده نفتحهم بتوع دوري الأبطال، فاحنا ممكن نفتحهم كده مع بعضينا الماتش اللي جاي. هيكون الماتش الأخير فنفتح مع بعضينا باكجات بتوع دوري الأبطال بس. الرباط ده مغربي. المغاربة كلهم حبايب يا جدعان من زمان، شعب وجماهير. أنا عملت إيه؟ لدينا هنا واحد من اللاعبين المفكرين في عالم كرة القدم. نتحدث بالطبع عن الآن خطيرة يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن. هدف مهارة وروعة وإبداع. بتتقابل يا فينيسيوس. تيو هرنانديز، البينية رائعة تمر. انتر عرف كيف فداك بويول، تفداك أي حاجة يا اسطى. حلو يا اسطى. اوفسايد.
الجماعة اللي فاتتهم من بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم، هدف مقابل لا شيء الآن. انا مبصيها اللي جنبه على فكرة. لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. فينيسيوس جونيور، فرصة الآن والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة، حماس كبير في المدرجات، فرح كبير لدى المشجعين، لا يمكن إيقافه بسهولة. كيف فعل هنا رغم تواجد الدفاع، لكنه عرف كيف يتعامل معه ويضع الكرة في الشباك بدون مشكلة. الثاني ياتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة، والمحاولة الأولى. انا عارف انها مش هتيجي، بس اللي هو على امل واحد فيهم يعمل فولو. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. خطيرة هنا، كل هدوء، فيها مغامرة هذه الكرة، دفاع صلب لا يمزح أبدا، يلعب العرضية، فرصة كبيرة الآن، لا يصدق كيف ضاعت، كان عنده متسع من الوقت. ينتهي الشوط الاول ب 3-0 ليا، لسه نشوف الشوط الثاني هيحصل فيه ايه. تمريرة جميلة الآن، كيليان مبابي، مبابي، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. هنجرب، احنا هنجرب بس. الله على هذا التصدي، اعتقد ان المباراة شبه محسومة مع نتيجة 3 أهداف دون رد. مبابي، مبابي قوية من مبابي، فودن، واضح المعاناة في التمرير، كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. تمريرة بكام، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. فينيس يمكن يسجل، فرصة سهلة للغاية. أليساندرو كوستا كورتا، والفرصة، ما الذي، مارادونا الآن باتجاه اليمين، أوديغارد، البينية حلوة الآن، أليساندرو كوستا كورتا، واعتراض ناجح. هذه التمريرات تحتاج إلى ذكاء، مهارة كبيرة. يعني هو عايز يدارك كنت مش عايز تاخدها. كرة أمامية، كرة طويلة، خد كورتك يا باشا، احنا ما بنشحتش. مغامرة خطيرة في هذه التمريرة. مارادونا، رد فعل سريع هنا يقطع الكرة. وينتهي الشوط الثاني على نفس النتيجة برضو 3-0 ليا، وكده كفايه 3 ماتشات بس. انا كان نفسي العب اكتر من كده بصراحه، وكنت داخل على اساس ان انا في ديفيجن 3، بس انا ما لعبتش من اول يوم، ف رجعت ديفيجن 4. معانا ماتشين كمان ونقدر نتخطى المرحله دي. عايزين نفتح على دي، احنا عايزين منها مبابي، بس مبابي ممكن مارتن اوديجارد برضو، بس يعني هدفي بصراحه مبابي. يلا نودي واحده. انتوني إيلانجا، انا معرفوش ده. طيب ماشي، اللي بعده عايزين مبابي برضو. مبابي ايه يا جدعان، سنتر باك. هو مين اللعبة دي يا جدعان؟ ما اعرفهاش بجد. لاست وان، مبابي، مبابي، سنتر فورورد، مبابي، بس ده احنا اللي عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. يا على حظي. ماشي يا عم، عايزين نشوف النسخة دي الأعلى ولا النسخة التانية، هبقى نجربها إن شاء الله بكرة.
انا لاعب بسنتر باك بيول، ده احسنهم للامانه يعني. شايف بيول عامل شغل عالي، ولولا كوستا كورتا مميز جدا. انا كنت برضو لعبت بسنتر باك رابع، لان طبيعه لعبي انا مع فابيو كابيلو بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على الدفاع، عشان اي هجمه مرتده الاقي فيه لعيبه بتسد ورا. دي وجهه نظري طبعا، كل واحد وعلى حسب هو بيحب يلعب ايه. بس ف اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في تطورات اكتر. وما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة، وتعملوا سبسكرايب لو انت حابب تشوف المحتوى بتاعي، وتفعيل الجرس لو انت حابب تشوف كل حاجة بتنزل اول باول، وتكون اول الناس اللي بتشوفها. ان شاء الله هدفي اوصل لعدد مشتركين وعدد ناس بتحبني، ويكونوا حابين فعلا المحتوى بشكل اساسي، لان انا بحب حاجة زي كده. فانا احب برضو ان الناس اللي بتتفرج عليها تكون حابه حاجه زي كده. بس فلو عجبتكم الحلقه دي باكد لكم تاني، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو انتوا حابين كل حاجه تنزل تشوفوها على طول اول باول. اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.